السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في قناتي المتواضعة البسيطة الخاصة بالطبخ الصحي. اليوم نشارك معكم واحد الحساء أو حسوة ديال الذرة، سميد الذرة. هذا هو سميد الذرة، نتوما كتشوفوه، واللي بغاه يشريه راه خصو يخرج ضروري للبوادي ولا الأسواق اللي كتكون خارج المدينة، هي اللي غتجبروا فيها. تسولوا الناس اللي كتعرفوهم ولا شي حاجة، راه ضروري غتجبروا الذرة البلدية. غنجيبو هاد السميده وغنقيوها ونغسلوها مزيان ونرطبوها شويه بالماء. وانتم غتشوفوا الطريقه معايا، طريقتي غنشاركها معكم. عندي هنا البذرات، ما تنساوش فليو والزعتر وزريعه الكتان، حب الرشاد، الحبه السوداء، اليانسون، الشمره. اللي عندكم اللي عنده البافو يديروا جميع البذرات كلها تستعمل. الحلبة كذلك. عندي هنايا السمن البلدي، السمن هذا راه مصوب على يدي عندي في القناة. عندي هنايا بودرات ديال إلان المنبت، هذا راه منبت وعاد طحنتو. هذا راه جد قوي. المنبتات راه كتعرفوا القوه ديالها والجهد ديالها كيكون حسن ملي كتكون عاديه. كنفزقوها ونرشوها بالماء، كتبقى حتى كتطلق النباته، ومن بعد كنيبسها ونطحنها. ديروها للحلبه، ديروها للزرع، للشعير، كلشي كيتنبت، والعدس، الحمص، الفول، كلهم كتنبتهم وطحنوهم، كترجع عندهم واحد القيمه غذائيه اكثر. ضروري من الملحه. وعندي هنايا الكليله. الكليله هي اللبن منين كيحماض، كنديروه فوق النار وهو كيتجمع، وكنديروه في الدراد الحياتي ونستقطر. منين كينشف من ديك الماء ديالو كنيبسوه ونحتفظوا به. هي السميده ديالي بعد ما غسلتها وخليتها معها شويه د الماء ترطب فيه. انا درت فيها الطنجره ديال الطين اللي يجي فيها الطياب غزال ولذيذ. عندك الطين والنحاس، يعني اواني ديال الطبخ صحيه. عندي هنا واحد الفصوص الثوم، ديروا 3 ولا 4. عندي هنايا البذرات، النافع وحبه حلاوه. زيدوا الحبه السوداء، ديروا البذرات اللي عندكم في الدار كلها ديروها، وفليو الزعتر ضروري منهم باش يسخنوا الجسم مع الحال بارد. كنضيفها التوابل وكنخلطها. البذرات هنا غنضيف واحد المعلقه ديال مسحوق ديال إلان، منبت إلان. كنضيف الملحه، زيت بلديه، وكنحرك. غنشوف العافيه تكون قليله. وهاد الطنجره راه حاطه من تحت من هذيك الحديده اللي كنديروها تحت الطاجين، والعافيه تكون مهيله وكتخليوها طيب. من الاحسن ما ديروهاش بالحليب، اللي بغى يديرها بمطيشه مزيان، اما الحليب لا، باش تبقاو محافظين على واحد القيمه الغذائيه ديال الذره. هنا غنزيد التوابل. عندي قزبر يابس، القرفه القرفه سكينجبير والخرقوم والقرفه والخدنجل والكبار. انا ما كنديرش الابزار، كندير الكبار. يعني التوابل كلها ديروها، والقزبر يابس ضروري بهذا الحساء. الكبار راكم كتعرفوا الفوائد الصحيه ديالو، يعني احسن بكثير من الابزار. والقرفه كنسم بها، انا كتعجبني القرفه في الحريره وفي الحساء الشعير ولا الذره، كندير دائما القرفه، كيعجبني المذاق ديالها. اللي بغى حتى يدير واحد شويه د الكوزه حتى هي كتجي زوينه مع هاد السميده. هنا غنضيف واحد شويه ديال الكليله، حتى هي راه مزيانه في البرد، في هذا البرد.
وفي التالي غنضيف اللي بغى يزيد شويه زيت البلديه يزيدها مع ديك السمن، كتعطي واحد المذاق رائع. هي قربات الطيب، نضيف هاد المعلقه السمن. شوفوا تبارك الله بزايد. الفطور ديال رمضان يعني شي حاجه اللي صحيه ولذيذه ومفيده يستافد منها الجسم. نتمنى تنال اعجابكم هاد الوصفه، وغنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قدموها مع تمرات وفطور شهي. دمتم في رعايه الله وحفظه.